في مدينة صينية نظموا سباقا رسميا للبط. مئات البطات الصغيرة كانوا يجروا في مضمار والناس يشجعوهم زي سباق خيول. والأغرب البط اللي كسب خد جايزة عبارة عن شوال رز في ولاية نيو هامشير. حرامي حاول يسرق بنك مستخدم كيس بطاطس بدل القناع. دخل البنك وهو مغطي وشه بكيس بطاطس وهدد الموظفين، بس وقع الكيس وشافوه الكاميرات. واحد في روسيا قرر إنه يتجوز البيتزا بتاعته وقال البيتزا مش هتخونك ولا تزعلك. عمل حفل صغير وألبس البيتزا طرحة بيضا في إحدى القرى الفرنسية. الشرطة اضطرت توقف المرور عشان بطة قررت تتمشى في نص الشارع، وكانت بتتجاهلهم تماما كأنها ملكة الشارع. ولو عجبك النوع ده من الحاجات المضحكة، دوس لايك واشترك في القناة، وما تنساش تصلي على النبي في الكومنتات. في اليابان عملوا مسابقة أغرب، مين يصرخ بأعلى صوت ممكن، واللي كسب كان راجل صرخ لدرجة إن السماعات اتحرقت. في أستراليا لص حاول يسرق تمساح ضخم كان معروض قدام محل، واكتشف بعد معاناة إنه تمساح بلاستيك متثبت في الأرض بسلاسل حديد. قعد نص ساعة بيحاول يفكه، وتصورت كل حاجة بالكاميرات.